موقع رشيد دوت نت يقدم يا سود الله وجوههم ووجوه من يدافع عنهم. وهذا الفاسق يطلع بالتلفزيون يقول نعم المأمون أمير المؤمنين. خلفاء بني عثمان هذول ناس أتراك من التتر والمغول، ايش سوى أمير المؤمنين؟ السيف سوى أمير المؤمنين. أمير المؤمنين المتوكل العباسي، الله نصبه، الله اختاره، لا، رجال خمار سفاك. هذا إلى الآن لما يجيبون اسمه بغداد مدينة الرشيد، وكأنه فخر لأهل بغداد. والله عار لأهل بغداد أن يكون مدينة من الهارون والصفوات الزاني سجون مليانة. أخبر المتوكل العباسي قال عليه لعائن الله، عليه لعائن الله، عليه لعائن الله. هذول أعداء أهل البيت لعنوهم. الإمام الحسين يقول فلعنوهم ما استطعتم شيعتي في كل شيء. ما عليك أربعة يجون من شرق العالم غرب العالم، لا تلعن، العن أعداء أهل البيت. الله بالقرآن يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. الله يلعن، أنت ما تلعن. الله يحرق اللحية اللي على وجهك، ملعون والدين. الله يلعن، أنت ما تلعن. اللهم العن من آذى رسول الله، الله يلعنه. أمر الدعي ابن الدعي، يعني ابن الزنا ابن الزنا. كيف يريد يقول الفاري السبر؟ ما السبر، انا اقول عين الواقع التاريخي. الحسين عليه السلام قال الدعي يعني اللي ما عنده اب، النغل، ابن الدعي ابن زياد. فكيف بالذين شهروا السيف بوجهه لعنة الله عليهم. كل يوم خصوصا في عشرة محرم مستحب مؤكد فردا فرد منكم رجال ونساء تزورون زيارة عاشوراء. هناك شو تقول؟ اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. هذول اللي يجعلون الناس يمنعون الناس من البكاء على الحسين، من عزاء الحسين. هذول أتباع عمر بن سعد إلى الآن موجودين. وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهلت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت إلى الآن وتابعت على قتله. طول السنة نسوا الصوم إلا يوم عاشوراء. ليش؟ لأن يوم عاشوراء بنو أمية صاموا شكرا لله لقتلهم الحسين. هذا طول السنة يا مستحبات نسوها، ما أخذ إلا يوم عاشوراء. لما اجى هذاك الرجل في المدينة المنورة وأخذ يشتم علي بن الحسين، ولا تتعجب القضية ما كانت جديدة، لأن نصبوا 100,000 منبر في البلاد الإسلامية. بني كذا اللي ما يصير نجيب اسمهم، جماعات من الناس يزعلون، نصبوا 100,000 منبر يشتمون ويسبون علي بن أبي طالب سلام الله. فكان في صلاتهم يشتمون علي، في صلاتهم يسبون عليا، وبعد علي بن أبي طالب الحسن والحسين، إلى أن جاء الرجل بوجه الإمام زين العابدين يسبه ويشتمه. يوم من الأيام ذكرت لكم العلماء في الحروف المقطعة في أوائل بعض السور القرآنية مثل ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد حام ميم عين سين قاف وأمثال هاي الحروف. اجمعوها، أخذ بيد قلم وورقة، اجمعهن، شيل الزوائد من كل حرف خلي واحد،
المجموع يطلع هاي العبارة: صراط علي حق نمسكه، او علي صراط حق نمسكه. هذا الطريق. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مثل هالليلة كان الذي ناس اجوا في هاي الحسينية عندي خواطر اللي ياخذوا الحوائج العجيبة والغريبة. هاي الفتاة اللي جابوها من القطيف هنا قاعة بالفضل العبال، جابوها دخيل كان بيها لوكيميا الدم، مرض الدم، واعطوها شوي من تربة الحسين، رجعت الى بلدها سليمة والحمد لله. واخوها خابرني